السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. بكرة الاثنين، بكرة يوم الاثنين 10 مارس 2025. ماله التاريخ ده يا عم سمير؟ بكرة المفروض المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هيجتمع، ومن ضمن جدول أعماله الموافقة على صرف 2.5 مليار دولار لمصر. هتاخدهم مرة واحدة؟ لا، مش مرة واحدة. طيب هيأثروا؟ هنشوف. طيب ايه حكاية ال2.5 مليار؟ مصر زي ما كلنا عارفين عملت اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض ب8 مليار دولار. خدت أول شريحة منه في ديسمبر 2022 كان 347 مليون دولار، وبعدين خدت مليار و640 مليون دولار في شهر كان ايه، اغسطس، مظبوط كده، في شهر ابريل واغسطس اللي فاتوا. كده يبقى وصل لنا من 8 مليار دولار القرض اللي احنا متفقين عليه مع الصندوق 2 مليار دولار. طيب بكره المفروض ان المجلس هيجتمع، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هيجتمع، ومن ضمن جدول اعماله زي ما قلنا كده ان هو يقر المراجعه الرابعه، للاقتصاد المصري او لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري. لو اقر ده بكره يتوافق على صرف الشريحه الرابعه لمصر اللي هي قيمتها كام؟ قيمتها 1.2 مليار دولار. امال ايه الاتنين ونص دي؟ الاتنين ونص دي يعني باقت ال1.2 ده في 1.3 مليار دولار تاني هتاخدهم مصر من برنامج المرونة والاستدامة. ده قرض جديد، ده تمويل جديد قدمت عليه مصر اللي هو 1.3 مليار دولار. هتاخدهم مرة واحدة 1.3 مليار دولار؟ لا، وفقا لتصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قالت يوم الخميس اللي فات في مؤتمر صحفي، قالت ان مصر قدمت على طلب للحصول على تمويل جديد من برنامج المرونة والاستدامة ب1.3 مليار دولار، واحنا هنمنحهم او هنخصص المبلغ ده، لكن مش على شريحة واحدة، هتصرف على شرائح. ما قالتش بالظبط كام شريحة. خير. عارف انك هتقول لي خير ايه؟ ما هو قرض. هقول لك ما هو قرض، بس احنا محتاجينه. شايفين كل الظروف اللي حوالينا، وشايفين الازمات اللي حوالينا، وشايفين رئيس اكبر دولة في العالم اللي كل يوم يدي كده تصريحين 3، جمارك وغير جمارك. كل ده بيأثر علينا. ما احنا زي ما اتفقنا كده في الفيديو اللي فات، احنا جزء من الكل. وبالتالي احنا خلاص اتفقنا مع الصندوق على القرض ده اللي هو 8 مليار. فبقول خير لان احنا خلاص هناخد الشريحه الثانيه. ما احنا كده خلاص اتفقنا، وكده خدنا جزء من القرض ده او خدنا اجزاء من القرض ده. في الوقت اللي احنا فيه ده محتاجينه. حتى لو انت شايف الرقم اللي تم الاعلان عنه من البنك المركزي، رقم الاحتياط النقدي اللي هو 47.4 مليار دولار، لكن مع ذلك احنا برضو محتاجين الفلوس دي تدخل. طيب الفلوس دي لو دخلت هتنزل سعر الدولار؟ اتمنى، لكن ما اعتقدش. اتمنى حاجة واتوقع حاجة. اتمنى انها هتنزل سعر الدولار، واتمنى ان الدولار ينزل عندنا يبقى الدولار بجنيه. اتمنى ده، لكن توقعاتي انها مش هتأثر. ليه؟ لان زي ما قلت لك دلوقتي، انا قلت رقم دلوقتي حالا اللي هو ايه؟ اللي هو الاحتياط النقدي عندنا 47.4 مليار دولار. ده الاحتياط النقدي بتاعنا. ومع ذلك احنا شايفين الدولار فين دلوقتي؟ 50 حاجة و70، ينزل ل 50 70، 50 حاجة و60، بيلعب في الرينج ده. فيعني ما اعتقدش ان المليار و200 اللي هيدخلوا مرة واحدة، غير ال 1.3 مليار دولار اللي هيدخلوا على مراحل يعني او على كذا شريحة، ما اعتقدش ان ده هيأثر. مع اني اتمنى ان ده يأثر، لكن لا اعتقد. لكن في حاجات تانية ممكن تأثر في سعر الدولار لو طلعت صح. ممكن الدولار ينزل. ايه هي الحاجات التانية؟ تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي قالها الاسبوع اللي فات، تصريحات كويسة جدا، ايجابية جدا، مبشرة جدا، متفائلة جدا، ان صحت.
وحط تحتها 100 خط. ايه هي التصريحات؟ دكتور مصطفى مدبولي قال احنا في الاسبوعين الاخرانيين وصلنا لنقطة التعادل او التوازن بين مصروفاتنا وايراداتنا بالنقد الاجنبي، يعني داخل لي $1,000,000 بصرف $1,000,000 مثلا. يعني هو قال كده، تصريحه رسمي، بنصرف قد اللي بيجي لنا. والفترة اللي جاية، ده كلامه برضو، الفترة المقبلة هنحقق فائض في النقد الأجنبي. يا رب، نتمنى نتمنى. ده كلام الدكتور مصطفى مدبولي نصا كده. سنصل لتحقيق الفائض من العملة الصعبة في الفترة المقبلة، ده نص كلامه. واتكلم وقال احنا عملنا خطة لترشيد نفقات اللي هي بالنقد الأجنبي، وفي نفس الوقت زيادة إيراداتنا من النقد الأجنبي، وفي نفس الوقت عندنا اكتشافات من النفط والغاز، دي اكتشافات جديدة. واتكلم على حاجات زي كده كتير، حاجات إيجابية كلها تدخل لك دخل دولاري. وبالتالي لو صحت الحاجات دي واستغلت، تم استغلالها بالشكل الأمثل في مكانها الصحيح، ممكن طبعا يعني وارد جدا الدولار ينزل، وارد جدا لو صحت. وانا باكد عشان ما حدش ياخد الكلمه ويطلع يقول لي انت بتقول ان مش عارف الدولار هينزل. لا، كمل كلام اللي قبل واللي بعد، اللي قبل واللي بعد الكلمه دي. لو صحت، يعني لو في اكتشافات فعلا زي ما بيتقال ودخلت لنا فلوس دولار او عمله صعبه كتيره واستغليناها بشكل صحيح، ما رحناش بقى عملنا مش عارف قطر فين ومترو فين وبرج فين وفركشنا القرشينات اللي بيجولنا، يبقى كده اكنك ما عملتش حاجه خالص. لو استغليناهم صح الدولار يريح شويه، ما استغلناش الفلوس دي صح ولا اكن في حاجه دخلت خالص، اللي هيجي على قد اللي هيروح. ولو ان برضو نقطه التوازن اللي هو بيتكلم فيها انا برضو مش فاهمها، اللي هو مصروفاتنا على قد ايراداتنا من النقد الاجنبي. انا شايف او اعتقد ان هو قصده مصروفات وايرادات بعيد عن المديونيات. اعتقد ان هو قصده كده، بعيد عن المديونيات. يعني لو انت عندك فلوس بالدولار، عليك فلوس بالدولار لصندوق النقد او بقى لغير صندوق النقد، يعني ادوات ديون حكوميه مثلا ولا حاجه، اعتقد ان دي مش داخله في الحسبه. اعتقد عشان كده يا ريت دكتور مصطفى مدبولي يوضح دي في المؤتمر اللي جاي. هي التوازن ده اللي بيتكلم عليه في مصروفاتنا وايراداتنا بالنقد الاجنبي، داخل فيها يعني اللي داخل لي من النقد الاجنبي قد اللي خارج لي، داخل فيها ديوننا بالدولار ولا لا؟ اعتقد لا. في النهايه ربنا يكتب الخير لمصر والمصريين، والصبح نلاقي الدولار ب 50 قرش. نتمنى. تقبلوا تحياتي، سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.